أكبر الله أكبر. وكأن بيت الله الحرام أصبح مستباحا، وكأن الحرم المكي أصبح مرتع للمخابيل ومدعين الشهرة. عن حادث محاولة أحد الأشخاص اعتلاء منبر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم واقتحام المسجد الحرام أتحدث. لمعرفة تفاصيل القصة تابع الفيديو حتى النهاية. هذه قناة المواجب وأنا محمد فوزي، أهلا بك. المهدي 2021، الهجوم على الحرم المكي بعصا خشبي. بين الحين والآخر يظهر المدعون والمغرضون مستغلين قدسية الحرم في الادعاء والتنطع على الدين. كان آخرهم رجل 40 سعودي الجنسية أسمر البشرة حاول الهجوم على الحرم المكي أثناء أداء صلاة الجمعة. هذا الرجل ادعى أنه المهدي المنتظر. فما هي القصة؟ ولماذا يدعي المغرضون عبر التاريخ أنهم الإمام المهدي؟ بدأت القصة الحزينة بادعاء شخص 40 إنه المهدي المنتظر حاول اعتلاء منبر الحرم المكي مطيحا بالشيخ بندر بليلة اللي هو أحد مشايخ الحرم وأحد أعضاء هيئة كبار العلماء، ما دعا قوات الأمن للتعامل مع المعتدي بشكل فوري وحاسم يستحق بالفعل التحية عليه. ولكن هل أعاد في الأذهان هذا التصرف الأحمق ما حدث سنة 79 في الحرم المكي بعد احتلاله لأكثر من 5 أيام على داعية سعودي اسمه جهيمان العتيبي، والذي أصبح فيما بعد أحد أساتذة أسامة بن لادن زعيم تنظيمات الإرهاب على المستوى العالمي. في عقيدة المسلمين توجد أحاديث كثيرة جدا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظهور إمام عادل في آخر الزمان يكون اسمه على اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ظهوره أحد علامات القيامة الكبرى. يعني ظهور سيدنا الإمام المهدي هيكون بشروط وعلامات وأشراط من أشراط الساعة، مش هيظهر في أي وقت اعتباطا. فلماذا يحاول المدلسون خلط الأمر على البسطاء من المسلمين؟ وهل الدين أصبح سلعة؟ فعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية لأبو داود: يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك 7 سنين. كل تلك الأحاديث أخبرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تؤكد حقيقة ظهور الإمام المهدي. ولكن تجار الدين لهم رأي آخر: التطرف والضلال. بمنتهى البساطة التطرف معناه المغالاة في الدين وأخذ الأمور بأشدها وأقواها، من باب إن كده الشخص المتطرف ده بيرضي ربنا وبيتقرب إلى الله بأعمال محدش غيره في الناس كلها بيقدر يعملها. ويتبع هذا التطرف الضلال. فبكل تأكيد مفيش شيء تتطرف فيه إلا ما ياخدك وينهار بيك. فكل من يتصور نفسه عالم بأنه التزم بالعبادات والسنن والنوافل وأكثر عليها يصبح من الضالين، لأنه بمنتهى البساطة لا تعني العبادة العلم، فالعلم شيء والعبادة شيء آخر. الدين علم وعلم عظيم وعلم كبير قوي. فكما يوجد مهندس رائع وجندي محترف وطبيب قدير، يوجد عالم دين خصص نفسه للاجتهاد والبحث والعلم والدرس للقرآن الكريم والسنة النبوية وآراء الأئمة، وهي ضخمة وصعبة وبحر علم كبير جدا لا يعطيه الله إلا من يشاء. فكما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الله به خيرا فليفقهه في الدين. فليس كل عابد عالم، ولكن المتطرفين لهم رأي آخر. وتعود أحداث القصة الحزينة لتذكرنا بما حدث في الحرم المكي سنة 1979 عندما حاصر جهيمان الحرم المكي، الواقعة التي غيرت مجرى التاريخ الحديث. فمن 42 عام وتحديدا يوم 20 نوفمبر 1979 تجمع حوالي 50,000 مسلم من كل أنحاء العالم بكل اللغات يؤدوا صلاة الفجر في الحرم المكي.
كان من بينهم 200 رجل، كان قادتهم جهيمان العتيبي ومحمد بن عبد الله القحطاني المهدي المزعوم. فور انهاء الحرم المكي لصلاة الفجر انقض جهيمان ورجاله على ميكروفون الحرم وبدأوا يصدروا الأوامر لرجالتهم باعتلاء المآذن وقتل كل من يخالف البيان اللي بيفسر الدين بأهوائهم وبإرادتهم هم، بل وإغلاق كل أبواب الحرم ليصبح 50,000 مصلي أسرى جهيمان والقحطاني. خطة جهيمان فضل شغال عليها فترة طويلة جدا، لأنه كان أحد أعضاء الحرس الوطني في السعودية، وكانت الخطة بمنتهى الاختصار إن هو هيدخل نعوش عشان يقام عليها صلاة الجنازة في الكعبة. هذه النعوش كان يوجد داخلها أسلحة، وفور انتهاء الصلاة بدأ يوزع الأسلحة على رجالته 200 راجل مسلحين، وكان من ضمنهم قناصة واقفين على المآذن بتاعت الحرم المكي. فأصبح المصلين في الحرم المكي أسرى إلا من حاول أو لاذ بالفرار. قبل إغلاق الحرم، والشرطة السعودية لم تكتشف الأمر، وبعت الدورية الساعة 7 الصبح تستطلع. قوبلت الدورية السعودية بإطلاق الرصاص وأبادوها عن بكرة أبيها، ليستيقظ العالم على فاجعة اسمها انتهاك واحتلال الحرم المكي، الحرم الأقدس عند المسلمين. سند العمل المفترض ده رؤية القحطاني في المنام. قال من آخر الخطبة ويدعى خالد اليامي أنه وأتباعه ورجاله وجهيمان رأوا محمد بن عبد الله القحطاني في المنام وهو يقف على منبر الحرم شامخ كما وصفوه ويمسك براية الإسلام، ففسروا هذه الرؤيا أنه هو المهدي المنتصر، واستدعوا في أذانهم يوم القيامة هذا اليوم الهائل ومواقع القناصة. وسط هذا الجو الهائل المشحون بالعاطفة والغضب يقف جهيمان من وسط رجاله ويقاطع اليامي ليأمر رجاله بالانتشار في الحرم واتخاذ مواقع وأماكن استراتيجية والإطلاق على كل من أراد الخروج أو كل من عرض البيان، ويطالب المسلمين والمصلين بمبايعة المهدي القحطاني. ولكن المشهد ساد وبعض الارتباك، وهناك مسلمون لم يتعلموا اللغة العربية، وهناك مسلمون من أماكن عدة، فالإسلام دين أتى للعالم أجمع. ولكن مع فتوى الجهيماني بقتل كل من يعارض البيان أصبح لزاما على كل من في الحرم أن يتبعه، وإلا تعرض للقتل الفوري. فأي إسلام هذا؟ خلال ساعات سيطر المسلحون على الحرم، وأصبح هذا الموقف تحدي واضح بالسلطات في السعودية. والسؤال هنا كيف لجهيمان أن يخطط في مثل هذا التفكير ويقرر احتلال الحرم، وما هي أسانيده الدينية؟ ولكن لك يا صديقي أن تعرف أن جهيمان وجماعته كانوا يعرفون بالجماعة السلفية المحتسبة، وأثاروا مجموعة كبيرة جدا من المشاكل المتطرفة مع كبار علماء الدين في المملكة العربية السعودية، إلى أن تمت ملاحقتهم أمنيا. أموال النفط. اتهم جهيمان وجماعته المجتمع السعودي بالكفر لأنه أصبح مجتمع استهلاكي، لأن بعد ظهور النفط في المملكة العربية السعودية رأى جهيمان أن شراء السيارات وشراء الأجهزة الكهربائية نوع من أنواع الكفر، ومن هنا اتهم السلطات السعودية بشكل مباشر بالضلال والانحراف عن صحيح الدين. وعلى الجانب الآخر التزم جهيمان ورجاله وجماعة السلفية المحتسبة بحالة التقشف والعيش في البداوة، متناسين أن الدين الإسلامي كان رائد التحديث. ولكن هذه فتوى جهيمان، فهل لك أن تفترض؟ أصول جهيمان وماضيه. ينحدر جهيمان من مدينة اسمها سادر، منطقة بدوية في قلب مكة، واعترف لأتباعه أن ماضيه ما كانش نظيف، بل على العكس هو قال أنه انحرف وكان على وشك أنه تاجر في الأعمال المحرمة، بالمعنى الأدق تجارة المخدرات. خرج من تجارة المخدرات أصبح شيخ واحتل الحرم المكي. شهادة أسامة القوسي أحد رجاله وأحد أتباعه من محاضر السلطات في السعودية، قال القوسي أن جهيمان تحدث عن ماضيه وقال أنه ضلع التجارة الغير شرعية ومن بينها تجارة المخدرات، لكنه تاب وآمن ووجد ملاذا في الدين وأصبح قائدا ملتزما إلى أن وقع
قدر كبير جدا من أعضاء السلفية المحتسبة تحت قبضته وسيطرته، خاصة صغار السن. ويقول شاهد آخر يدعى متولي صالح إن جهيمان عرف بقوة شخصيته، ومن هنا تولى منصب قيادي في الجماعة السلفية المحتسبة. تعليمه المحدود وقف عائق له حتى يكون قائد ديني. يقول ناصر الحزيمي أحد أتباع جهيمان من اعترافاته من محاضر السلطات السعودية أن جهيمان كان تعليمه محدود، وهذا ما جعله يتجنب التعامل مع المتعلمين، وبدأ يذهب في رحلات طويلة إلى البادية وإلى البسطاء من أبناء البدو في المملكة السعودية ولا يتحدث معهم. وهذا ما ظهر جليا في ضعفه في اللغة العربية، ولكن قوة شخصيته وقوة لغته البدوية جعلت تأثيره أكبر على البدو من البسطاء الغير متعلمين. المواجهة مع الوقت دخلت الجماعة السلفية المحتسبة في صدام مع رجال الدين في السعودية، وبدأت ملاحقتهم أمنيا بعد آرائهم الشاذة والغليظة. هرب جهيمان إلى الصحراء وبدأ يخطط لخلاصه وخلاص جماعته مما يعكر صرف حياته اللي هو الدين المتمسك بالشيوخ وهيئة كبار العلماء في السعودية وصحيح الدين الإسلامي والسلطات السعودية. وكتب عدد من المنشورات انتقد فيها العائلة المالكة بشكل مباشر وبشكل لاذع، واتهمهم بالانهيار بل والرجوع إلى عهد الكفر، واتهم الشيوخ بالتواطؤ معه، نفس الفكر المتطرف اللي في كل الجماعة. وبعد ما جهيمان بس في عقول أتباعه هذه الأفكار المسمومة، بدأ يردد أن الخلاص سيكون إلهيا، ووجد الله المحدود بالمدعو محمد بن عبد الله الخلاص على يد المهدي. عصر جهيمان على محمد بن عبد الله القحطاني وقال انه عصر على المهدي المنتظر واتكلم معاه، والمهدي المنتظر دخل في خلوه مع نفسه لمده 24 ساعه وخرج موافق الخطه كامله. ولتقويه العلاقات بين جهيمان والقحطاني تزوج جهيمان من اخت القحطاني كزوجه ثانيه، وبدا بالفعل في تنفيذ الخطه. بدايه الخطه ترويج الشائعات. قبل عده اشهر من الحصار ردد جهيمان واتباعه في جموع المسلمين في مكه انهم راوا محمد بن عبد الله القحطاني المهدي المزعوم في احلامهم يقف شامخا في الحرم المكي ممسكا برايه الاسلام، وفسروا هذه الرؤيا انها ظهور له هو المهدي المنتظر. يوم الاقتحام جهيمان يضرب اول طلقه. لم تتوقع ابدا القياده السعوديه في هذا الوقت ان يتجرأ احد على الحرم المكي، ولكن جهيمان فعلها. الخبر انتقل بسرعه البرق الى السفاره الامريكيه. قال مارك هامبلي باحث كان موجود في السعوديه في هذا الوقت انه احد الاجانب القلائل الذين علموا بامر الحصار، وقال ان جهيمان احسن استغلال الحرم. ويقول عبد المنعم أحد المتهمين اقتحام الحرم المكي من واقع التحقيقات السعودية أن جهيمان بدأ هادئا جدا عندما التقاه قرب الكعبة، ونام لمدة نص ساعة و45 دقيقة، وكانت زوجته أخت القحطاني معاه ما بيفرقوش أبدا. وما زاد الأمر صعوبة أن السلطات السعودية كانت ترسل قرارات متخبطة عن إجلاء المقتحمين عن الحرم، ولكن كانت المعارك لا تزال دائرة. التدخل الفرنسي. قال الرئيس الفرنسي عام 79 جيسكا ديستا أن سفير باريس أبلغه أن القوات السعودية في مشكلة حقيقية، وقال أنه من الواضح أن القوات السعودية غير منظمة ولا تعرف الطريقة المناسبة للتعامل مع الأزمة. واستطاع الفرنسيين بالغاز المخدر قهر جهيمان. لماذا يا جهيمان؟ قال الرائد النوفي أحد شهود الاجتماع بين الأمراء السعوديين وبين جهيمان أن الأمير سعود الفيصل سأله لماذا يا جهيمان؟ فأجاب جهيمان بكل برود إنه القدر. وسيق جهيمان أمام الكاميرات بعد حوالي شهر مع 63 شخص من أتباعه للإعدام. وإلى هنا تنتهي حلقتنا. دمتم في أمان الله.